السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. النهارده هنيجي نفرز مع بعض ورق العنب الاخضر الجميل دوت علشان يقعد معانا من السنة للسنة. طبعا الاول انا كنت بسلقه، فلقيت موضوع السلق دوت لما باجي اطلعه من الفريزر بيبقى مهري خالص وبيتقطع مني. فالنهارده بقى هنيجي بطريقه جميله كده وجديده هنعملها، ويلا تابعوا الفيديو معايا. طبعا احنا هنجيب ورق العنب زي ما انتم شايفين كده، بننقي الورق الخفيف الاخضر اهوت. انا مش بشيل العنق ده منه، انا بسيبه زي ما هو عشان لما اجي اطلعه يكون موجود فيه زي ما هو كده، عشان احنا بنحطه في الحل عشان يبقى عازل للورق العنب. طبعا احنا بنفرد ورق العنب كده زي ما انتم شايفين كده، زي ما انت شايفه كده. رصينا ورق العنب وطلعنا بقى الورق اللي هو زي ما انت شايفه كده مش كويس وهو مش بينفع، بتنقضيه وبتسيبي الورق بس اللي حلو. واحنا مش بنغسله، لان احنا لما بنطلعه من التلاجة بنحطه في ميه مغليه. لما بنطلعه من الفريزر متجمد بنحطه في ميه مغليه بعصره ليمونه، وبعد كده بنشطفه. لكن قبل ما ندخله التلاجة مش بنشطفه خالص ولا بنحط عليه اي نوع من انواع الميه. هنبدا بقى كده نجيب اي كيس فريزر اهو، وبيطلع منه الهواء خالص. وبنبدأ نلفه، نطلع منه الهواء وبنبدأ نلفه كده رول. ده يقعد معاكي كده من السنة للسنة في الفريزر اهو. نعمل اللي بعده كده، بناخد الورق اهو، نطلع من الكيس الهواء وبتلفيه كده رول بالعنق بتاعه وكل حاجة. اولا مش بياخد مكان معاكي في الفريزر، وبيفضل محتفظ بالورقة خضرة زي ما هو، مش بتتقطع ولا بتتهري. وبتطلعيه زي ما قلت لك، بتحطيه في ميه مغليه وبتشطفيه ميه وبيبقى كأنك لسه جايباه. ولو وصلت هنا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس والشير، ويا رب الفيديوهات كلها تكون بتحوز على اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.